قبل ما نحكيو على لغة الحب بين الرجل والمرأة، لازمنا نسأل سؤال أعمق: شنو هو الحب أصلا؟ هل الحب إحساس ذابت علينا فجأة، ولا هو حاجة نتعلموها؟ هل الطريقة اللي نحب فيها جاية للتدخلنا فقط، ولا للعادة في المجتمع، القصص اللي سمعناها والأفكار اللي تربينا عليها؟ حتى الإنسان ما يولدش وهو يعرف كيفاش يحب. الطفل يتعلم الحب من أول حاضر للطريقة اللي يديه التعبير، الكلمات اللي يسمعها والأمان اللي يحس بيه. بعدها يكبر، يبدأ يحمل معه صورة كاملة عن الحب، يأكل صورة بيتي من شاف، ويمكن من أغنى أكثر تعليم، يمكن من قصة حب قديمة سمع عليها، ويمكن حتى من وجاع عاش. يعني كالشخص يكون أنا نحب التاريخ كامل، يمكن في الحقيقة هو يحكي على تاريخ كامل ده. الحب الفكرة العربية كي نرجع للتاريخ العربي نلقاو حاجة مميزة. الحب ما كانش مجرد موضوع شخصي بين الراجل والمرأة، الحب كان شعر، كان قصة، كان تحدي، كان أحيانا معركة بين القلب والواقع. العربي القديم ما كانش يكتب فقط أنا نحبك، كان يكتب عن ليل زيتون بسبب الغياب، على الدموع، على الابتلاء، على الذكرى اللي تبقى حتى بعد ذلك. يمكن لهذا السبب صورة الحب في المزمير العربي مرتبطة برشا بالشيء. إذا حبيب لقاء الرسالة المنتظرة للقاء السعيد. ناخذ مثال قصة قيس وليلى. قيس ما كانش فقط رجل حب المرأة، قيس ولا رمز الإنسان بالحب، بل الحب عنده ما كانش مجرد علاقة ولا هوية. حتى الناس ما عادوش يقولوا قيس فقط، قالوا مجنون ليلى. يعني المجتمع حفظ القصة مش لأنها قصة جواز ناجح، أما لأنها قصة حب قوي وسند الضجر قدام السيطرة. زاد عندها عافية الفارس اللي كان يحارب في ساحة المعركة، التي داخل كان يحارب معركة أخرى، معركة الاعتراف بحب. الحب هنا مربوط بالكرامة، بالمكانة، بالإثبات الذات. عنتر ما كانش يحب فقط عبد، كان يريد أن يثبت أنه يستحقها. الجميل والغين قصة أخرى تعلمنا أن الحب أحيانا يعيش حتى عندما الظروف ما تسمحش، كأن التراث يقول لنا الحب الحقيقي مش ديما هو اللي يوصل للنهاية السعيدة، أحيانا قيمته في الصبر الطرحي. علاش الحب العربي فيه برشا أغاني؟ هنا نجيب للسؤال المهم: علاش في برشا القصص العربية القديمة الحب مرتبط بالعذاب؟ علاش العاشق المثالي أغلبيته هو الشخص اللي يستنى ويتألم؟ جزء من الإجابة يرجع للطبيعة مجتمعات القديمة. الفرق ما كانش مستقل كيف العائلة، القبيلة، المكانة الاجتماعية يكون عندهم تأثير كبير. يعني الشخص يحب إنسانا من عائلة أخرى أو من طبقة اجتماعية مختلفة، ما كانش ديما ينجم يتبع عنه، لأنه هنا طول الصراع قلب يريد مجتمع يمنع الإنسان يعيش بين الاثنين. حتى اللغة العربية تشتمل كيفاش ننظر للحب، ما عندناش كلمة واحدة فقط، عندنا مراحل. هذا بداية من علاقة القرب والارتباط، كانت التعلق الشديد، العشق، الحب العميق، الشغف، يوصل إحساس أعمق بالإنسان. التنين كي يصبح الشخص مأكول بالحب، يعني حتى الكلمات عندها رحلة. كأن اللغة العربية تقول إنه الحب مش لحظة واحدة، الحب درجات، مراحل، تحولات. لأن الحب الشعري الحب يومي، النشر ينتقل يكتب لك دنيا بدايات شخص تعدد مع شريك. أما اليوم
زعم وزن الحب بنفس الطريقة؟ أكيد لا. العالم يتبدل، الإنسان اليوم يعيش بعالم ثانية. رسالة بهذه تنجم تبدل اليوم، صورة تنجم تقرب شخص بعيد، المكالمة قصيرة تنجم تعطي إحساس بالأمان. الحب خرج القصائد وتخلي الحياة اليومية، لكن لحظة هذا التغير يزال السؤال القديم موجود: كيفاش نعرف أن الشخص يحب؟ هنا تظهر فكرة لغات الحب. الباحث غاري شنبام اقترح أن الناس تختلف في الطريقة اللي تستقبل بها الحب. هناك شخص يشعر بالحب وقت يسمع كلمات جميلة، مثلا أنا أقول بيك، أنا متقدر تعبك، وجودك مهم بالنسبة لي. هذا يسمى كلمات تأكيد. شخص آخر أهم شيء عنده الوقت، مش مجرد وجود في نفس المكان، بل وجود حقيقي. تسمعني، تحكي معايا، تعيش في لحظات معايا، هذا هو الوقت الموعد. أما ناس الهدايا عندهم معنى كبير، مش خاطر يحبوا المال، أما خاطر الهدية تقول كنت نفكر فيك. فما ناس يشعروا بالحب عبر الأفعال، تتعاونهم، تخفف عليهم، تعمل حاجة تسهل حياتهم. بالنسبة لهم الفعل رسالة. فما ناس القرب الجسدي مهم عندهم، الحضن، لمسة اليد، قرب، الأمان. الجسد أحيانا يكون كلام ما تنجمش كلمة تقول. الراجل والحب زال فعلا عندهم لغة التنبأ، وأنا نوصلوا للسؤال اللي يشهد برشا ناس: هل الراجل يحب طريقة مختلفة؟ الإجابة أحيانا يعامل، أحيانا لا. مش خاطر الراجل عنده قلب مختلف، لكن خاطر برشا رجال تربوا بطريقة مختلفة. في برشا مجتمعات الراجل يتعلم من صغره، يكون قوي، التمييز ضعفه، حل لمشاكل، تحمل مسؤولية. وبالتالي بعض الرجال يتعلم التعبير بالفعل أكثر من الكلام. يمكن الراجل ما يقولكش أنا بنحبك، على يسأل عليك، يتأكد من أنت تصير، يحاول يحل المشاكل، يخطط في المستقبل، يقطع معاك وقت الشد، وقت الشدة. بالنسبة لي هذه هي رسالة الحب. لكن هنا لازم ننتبه، هذا مش قال مش كل الرجال نفس الشيء. فما رجال يحتاجوا الكلام، فما رجال يحتاجوا الوقت، وفما رجال يحتاجوا الحنان والقرب. الإنسان أهم من الصورة اللي ما تبقى. إذا بلنا نفهم كيفاش يحب الراجل أو المرأة، لازمنا نفهم منين جاء أفكاري عن الحب. خاطر الحب شو اللي هو خليط بين قلبنا، تربيتنا، ثقافتنا، تجاربنا. شنو الدخول الأعمق؟ كيفاش أثرت العائلة، الدين، والمجتمع العربي على طريقة الحب؟ وعلاش الراجل والمرأة يجتمعات ساعات يحب بعض، لكن يحكيو لغات مختلفة. لأن فهم الحب يبدأ فهم الإنسان. بعد ما فهمنا أن الحب مش مجرد إحساس فردي، نجيو سؤال الأعمق: علاش الحب في مجتمعاتنا العربية عنده طعم خاص؟ علاش ساعات يكون قوي برشا، ولا في نفس الوقت معقد؟ علاش زوج أشخاص ينجموا يحبوا بعضهم، لكن يبقاو واحد يحارب بظروف أكبر منه؟ الإجابة تبدأ من حاجة مهمة: الإنسان ما يحبش وحده. حتى كي يقول هذا قلبي وهذا اختياري، يبقى بياخد فكرة عادة، الاجتماع، التربية، القيم اللي كبر عليه. الإنسان العربي فرد داخل الجماعة. في برشا ثقافات عربية الإنسان يتربى على فكرة الجماعة. أنا مش فقط أنا، أنا ولد عائلة، أنا بنت عائلة، أنا جزء من اسم التاريخ والعلاقات. وهذا يعطي الإنسان إحساس قوي بالانتماء. العائلة مش مجرد ناس قريبين منك، العائلة هي الأمان، هي هوية، هي المكان اللي ترجع له وقت الدنيا ضيق. لكن نفس القوة اللي تعطيها العائلة للإنسان تجي زيادة تعمل بعض. بطريقة تتعلق الأمر بالحب والسياج،
السؤال ما يبقاش زعما نحب هذا الشخص، ندخلوا أسئلة أخرى. هل زعما ياسر عويتي، زعما هل دير نفسك ظن، زعما الناس باش تتقبل العلاقة، زعما الظروف تسع. يعني الحب في مجتمعاتنا مرات يعيش بين عالمين، عالم القلب وعالم الواقع. نحط الزواج قصة مختلفة عن الغرب. في برشا مجتمعات غربية الفكرة الأساسية تكون أنا نختار الشخص اللي نحب نعيش معاه. الحب الرومانسي بين الشخصين ينجم يكون الأساس، أما في برشا مجتمعات عربية الحب غالبا يدخل في منظومة أكبر. العلاقة مش فقط بين الرجل والمرأة، هي زادة بين عائلتين، بين زوج، بين زوج تواريخ، بين نمطين حياة. يعني ما نجيش نقول إن النظام أفضل من الآخر، كل نموذج عنده نقاط قوة. هي قرطاء المجتمع يعطي أهمية للعائلة، يعطي أحيانا استقرار ودعم البيت، لكن ينجم يحد من حرية الإنسان في اختيار شيء. المجتمع اللي يعطي الفرد قضية قتله، يعطي مساحة للاختيار التجربة، لكن ينجم يخلي الإنسان يواجه العلاقة وحده دون نفس الدعم. تأثير الدين على مفهوم الحب جانب آخر مهم هو الدين. في الثقافة الإسلامية الحب بين الزوجين مش فكرة مرفوضة، بالعكس العلاقة الزوجية تبني على مفاهيم مثل المودة والرحمة. يعني الحب مش فقط انجذاب، الحب هو رحمة، هو مسؤولية، هو تكون للإنسان مكان راحة وأمان في الطرف الآخر. لكن في نفس الوقت الدين في المجتمعات العربية دخل داخل نظام اجتماعي كامل، العلماء جعل العلاقات عاطفية بل الزواج موضوع حساس في برشا بيئات، مش فقط بسبب الجانب الديني بل زاد بسبب العادات، الخوف من كلام الناس، السلطة العامة. لهذا برشا قصص حب عربية عاشت بالخفاء، رسالة سلبية، مكالمة بعيدة من الوجود، إبقاء محدود. الحب موجود لكن توفيق به وضوح. الرجل عاقل علاش يحب الطاعة؟ توا مش بالمهرجان. علاش برشا رجال يحبوا الوفاء أكثر من كده؟ السبب مش إنه الراجل ما عندوش مشاعر، ساعات العكس تمام، لكن طريقة التربية تخليه يتحول من المشاعر إلى أفعال. مش شرط يسمع، كون حريص يتحمل مسؤولية، احمي الناس اللي بتحبهم، خليه واقف وقت الشدة. هنا يتكون مفهوم خاص بالحب. الحب يولي لي أنا موجود، أنا نحكي، أنا نعاون، أنا نتحمل معاه. لازم يمكن ما يكتبش رسالة طيبة فيها كلام وناس، أنا كيف بكري باش يعاون، يتعب باش يوقع حياة أفضل. تتذكر التفاصيل الصغيرة اللي تهمك، يحاول يلقى حلول المشاكل. بالنسبة لي هذه النوع، لكن المشاكل تصير وقت الطرف الآخر ما يقدمش هذه النوع. هي تستنى كلمة الحب، هو يعطي، هي تقول لا يعبر، هو فوق أنا نعلم كل شيء أنا خاطر. هنا يصير سوء فهم. أما المرأة زادة عودها تجربتها الخاصة. في برشا مجتمعات عربية المرأة تربت على أهمية العلاقة الارتباط والتواصل. بالنسبة لبرشا نساء الكلام مش مجرد كلام، الكلمة دليل، السؤال دليل، الاهتمام يومي دليل. كي تقول كيفاش الغار، تقول أنا أقدر أبي كان معاه. هذه الرسائل الصغيرة تنجم تعلي برشا حاجات، لأنها تعطي إحساس أنا مرئي، أنا مهم، أنا موجود في بالي. لكن زاد ما نجموش نحطوا كل النساء في قالب واحد. ثم نساء لغتهم الأولى أفعال، ثم نساء يحبوا المساحة والحرية، ثم نساء يعبروا قوة أكثر من كده. إنسان دون أكبر الصورة جاهزة. هي المشكلة ماهيش في الحب بل الترجمة. أحيانا المشكلة بين الأزواج مش وحصهم، المشكلة إن كل واحد يحكي لغة، الآخر يسمع لغة. واحد يقول أنا تعبت عليك، الآخر يسي أنت أنت ما قلتيش كلمة حلوة. واحدة تقول نحب نحكي معاك والآخر يسي. هي تنتقدين. الحب وحده لا تكفيش،
يلزم فهم، يلزم ترجمة، يلزم الإنسان يسأل شنو يهم الشخص اللي قدامي يحس بالحب. تأثير العصر الجديد على مشهد الهاتف، مواقع التواصل، بيكون اليوم شيء كبير. الشباب العربي يعيش بين عالم تربى فيه وعالم يشوف يوميا على الشاشة، يشوف علاقات مختلفة، يشوف طريقة أخرى في التعبير، يشوف ناس تحكي بسهولة على مشاعرها. وهذا خلق أسئلة جديدة، زعما نحب كلمة ربية، زعما نحب الطريقة الجديدة، زعما نحافظ على قيمنا، ولا نغير كل شيء. الحقيقة يمكن نشوف الاختيار بين الماضي والحاضر، يمكن الحل إن ناخذ أجل في الاثنين، في ثقافتنا، المفاهيم المسؤولية، الاتجاه، في التجارب الحديثة، الحوار، الموضوع، التعبير عن الاحتياجات. في النهاية الرجل العربي والمرأة العربية مش مختلفين لأنهم ما يكونوش طعم، هم فقط غرفة طرق مختلفة للتعبير. هو يمكن يكون يحبك بالفعل، وهي يمكن تكون تحبك بالكلمة والكلمات. الكلمة وراء الاختلاف ثم نفس الاحتياج الإنسان، أن يشعر الإنسان إنه محبوب، أن يشعر إنه مقبول، أن يشعر أنه ملوش وحده. بعد شوي باش يكمل الرحلة، الحب بين الشرق والغرب، زعما الحرية تسلع، الحب أقوى، هل الالتزام يعتبر رومانسية؟ كيفاش ما نلقى نوع حب جديدة تناسب الإنسان اليوم؟ في آخر الرحلة نوصل سؤال يمكن هو الأصل، زعما توجد طريقة صحيحة واحدة للحب؟ زعما الحب ضد فيه عائلة المسؤولية هو الحب الحقيقي، ومن الحب اللي فيه حرية واختيار الشخص هو الأقرب للإنسان، ولا يمكن كل ثقافة تحاول تجاوب عن نفس السؤال اللي كنت بلغتها الخاصة. حب بين الشرق والغرب اختلاف البداية، باش نفهم الفرق لازمنا نفهم حاجة، الثقافات ما تبداش من نفس المكان. المجتمع العربي التونسي كان مجتمع جمعي، إنسان جزء من المجموعة، العائلة تتقسم، العلاقات الاجتماعية عنده نظرة كبيرة. أما برشا مجتمعات غربية حديثة طورت أكثر نحو البرتغالي، يعني الفرد هو نقطة البداية، اختياراتي وعاداتي سعادتي مستقبل. الثقافات العربية الحب أغلبي، كيفاش نعيشوا مع بعضنا داخل العالم اللي دايرين. في الثقافة الغربية السؤال يكون أكثر ساعة غير العلاقة تجعلني أنا والشخص الآخر سعداء نكبر مع بعضنا. اختلاف مش في قيمة الحب، اختلاف من المكان اللي نفكر فيه الحب داخل حياتي. الحرية مقابل الانتماء، الإنسان عنده حاجتين مهمين، يحب يكون حر، يحب يكون منتمي، يحب يختار، في نفس الوقت يحب يكون عنده جذور. وهنا يظهر السلاح. في بعض المجتمعات العربية قوة العائلة تعطي إنسان إحساس أنا مش واحد، وقت تصير مشكلة عندي ناس بعد شبكة دعم. أما أحيانا نفس الشبكة تنجم تتحول إلى ضغط، لأن الإنسان يحس إنه منطلق في هذه الجميع بل نفسه. في المقابل المجتمعات اللي تعطي الفرد حرية أكبر، تعطيه فرصة يعيش اختيارات، يختار شريكه، يكتشف نفسه، يعبر على احتياجاته. لكن الحرية الكبيرة زادة تحمل مسؤولية كبيرة، لأن الإنسان مرات يلقى روحه وحده قدام قرارات. من أكثر الأفكار انتشارا اليوم هي فكرة الشخص المناسب باش يكلمني، فكرة جميل لكن زعما هي واقعية؟ الحقيقة إنه الحب ماهوش عثور على إنسان كامل، خاطر الإنسان الكامل غير موجود. الحب الحقيقي هو اللي قلب بجوز أشخاص يقسي، يحاول يبني حاجة كاملة مع بعضها. في القصص العربية ديما الحب كان اختبار صعب، في القصص الحديثة الحب أحيانا يصبح اختبار توازن، لكن بجوز نحاول نجاوب على نفس السؤال، زعما هذا الشخص هو المكان اللي نقدر نكون فيه نفسي. اختلاف التعبير عن المشاعر واحدة من أكبر الاختلافات بين الثقافات، هي طريقة الكلام عن المشاعر. في برشا مجتمعات عربية
التعبير المباشر حاجة أساسية. أنا مبغاش، أنا محتاج هذا، أنا بتحب هذا التصرف. الحوار العاطفي يعتبر جزء من بناء العلاقة. في المقابل، في برشا مجتمعات عربية الناس أحيانا تتعلم تخبي المشاعر، مش لأنها ما تحسش، لكن لأنها تربت على فكرة القوة هي تحكم في النفس، خصوص عند الرجال. علاه تظهر مشكلة كبيرة؟ شخص يمكن يحب بعمق لكن ما يعرفش كيفاش يكون، وترى الآخر يمكن يحتاج يسمع لكنه يفسر السمع على إنه ورود. زعم الرجال والنساء يحتاجون الحب بطريقة مختلفة. السؤال هذا يتكرر برشا، لكن ربما السؤال الأصح، زعم الإنسان يحتاج الحب بطريقة واحدة. الرجل يحتاج تقدير، المرأة تحتاج التقدير. الرجل يحتاج الأمان، المرأة تحتاج الأمان. الرجل يحتاج أن يشعر إنه مهم، المرأة تحتاج أن تشعر إنها مهمة. الاختلاف غالبا مش في الاحتياجات الأساسية، اختلاف في الطريقة اللي نوصل بها هذه الرسالة. لغة الحب الحقيقية يمكن بعد كل هذه الرحلة تكتشف حاجة: لغات الحب 5، ليس قوانين، هي مجرد طريقة تساعدنا نفهم بعض. لكن الإنسان أعقل من 5 خانات. يمكن لغة حب شخص هي كلام، لكن وقت يمرض يحتاج أفعال. يمكن شخص يحب لمس، لكن وقت يكون متعب يحتاج فقط أن يسمع. صح، لأن الحب يتغير حسب اللحظات. من يحب إلى يحتاج يتعلم. أكبر خطأ في العلاقات هو أن يحب طريقة اللي نحبه نحن يستقبل بها الحب. يقول أنا لو كنت مكانه هذا يتم، لكن الطرف الآخر مش كده، عنده تاريخ مختلف، عنده ظروف مختلفة، عنده احتياجات مختلفة. حب الناضج ياخد وقت تسأل شنو يخليك تحس بالأمان، شنو يخليك تحس بالتقدير، شنو الشيء اللي تتمنى نعمله، شنو الشيء يوجد ولا قلتوش. الجيل الجديد يعيش ضايع التاي، ما عادش العالم مقسوم بوضوح بين الشرق والغرب. اليوم شاب عربي ممكن يتعلم ثقافات أقل من برشا ثقافات، يحاول يبني نموذج جديد، نموذج حتى يحتفل بالدفء العائلي لكن يعطي مساحة أكبر للشباب، يحتفل بالالتزام لكن دون إلغاء الفن، يحتفل بالرومانسية لكن واقعية أكثر. في النهاية الحب ليس شرقي ولا غربي، حب إنساني، لكل ثقافة تعطيه لون. الثقافة العربية علمتنا أن الحب ممكن يكون واقع، تضحية، انتماء. الثقافات الحديثة علمتنا أن الحب يحتاج أيضا وضوح، حوار، واحترام للفرد. يمكن أجمل علاقة ليست يربح فيها نموذج عن الآخر، بل اللي ياخد فيها الإنسان أجمل من العليم. قلب يعرف يلتزم، العقل يعرف يحاول، شخص يعرف يحب، الشخص يعرف يقول كيفاش يحب. خاطر في الآخر الحب مش إنك تلقى شخص يفهم بدون كلام، الحب إنك تلقى شخص يستحق إنك تحاول تفهم. انتونا شنو لغة الحب اللي تحسها أقرب ليك؟ الكلمة، الفعل، الوقت، القرب، ولا حاجة أخرى زلت تحاول تكتشفها؟